كنت عارف والله العظيم ان الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك هتخيب امل جمهورها فيها. ده اللي كان معروف. نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك قبل الماتش ما يبدا عارفين اللي هيحصل من لاعيبه نادي الزمالك. عمرها ما بتقبل هدايا من النادي الاهلي او من اي فرقه تانية. عشان تعرفوا بس، محدش يجي يقول لي اصل التحكيم واصل سيبك من التحكيم، اركنه على جنب خالص كده. انت كلاعيبه في المباراه مش عارف تروح عند الجون، يا دوبك الكوره الخطره هي الكوره اللي شاطها احمد السيد زيزو اللي نقصها جنش. فين الكور التانية او فين الاختراقات؟ نادي فيوتشر تحسه كده بيلاعب بايرن ميونخ، ريال مدريد، لعيبه عندها حماس وغل كده ما تعرفش من ايه. مع انهم في كل المباريات فيوتشر بيكون عادي، لا بيجي قدام الزمالك بيعمل بلوكات، بيلعب بال11 واحد ورا. لو سمعنا كده بين الشوطين كان المدير الفني بتاعهم بيقول لهم ايه؟ ارجعوا لورا، انا مش عايزكم تلعبوا ثلاثة بس، انا عايزكم اربعة. لا ده انت كنت ناقص ترجع كمان نص الملعب يدافع معاهم ورا. حاجة تحس كده ان الدوري المصري ده نادي الزمالك محطوط في عقلهم وفي قلبهم، ما تفهمش ازاي. ماتش بغل. اللعيبه كمان بتاعت فيتشر لما جابت جون تحسها كده خدت كاس او بطوله، مع انك اخر الدوري. فعلا انت كسبت نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك اللي عطت لك ده او حسستك انك ممكن تكسب او انك لازم تكسب، وانك كسبت بكوره غلطه من الدفاع. سرحان كده من لعيبه نادي الزمالك، اللعيب عدى من وسطهم تحسه كده ما حدش بص عليه او ما حدش شافه. ما تفهمش ازاي تلات اربع مدافعين واقفين ورا واحد بس بكرة واحدة يعدي ويجيب كمان جون. كمان في حتة عواد، تحس عواد كده كان سرحان او نايم، ما تفهمش ما طلعش عليه ليه او استنى اللعيب ده يخش عليه. طب انت شايف الكرة يا عواد بتلعب من ورا المدافعين، اطلع واقفل الزاوية حتى ما تفضلش ورا كده، بتفتح له انت كده مكان للزاوية. يعني انت لما تفضل مكانك انت مخلي له الجون واسع بالنسبة له، لكن لو طلعت عليه كده ممكن كنت على الاقل كده عملت رعب للعيب او خوفته شويه، كانت الكره بعدت عنه. بس ده اسفي للعيبه نادي الزمالك، لا لعيبه نادي الزمالك هي دي لعيبه نادي الزمالك اللي ما بتحبش الفرص، وبعد كده ترجع تقول لي اصل الدوري ومش الدوري، والزمالك ما خدش الدوري ليه، والزمالك ما راحش افريقيا ليه. يا جدعان عيب لما فريق كبير يكون بحجم نادي الزمالك وصفقاته ولاعيبته اللي موجوده حاليا ما يروحوش افريقيا. انتوا فاهمين؟ ما بيروحوش افريقيا حتى، وحتى لو راحوا افريقيا بيطلعوا من دور المجموعات. خلينا نبقى صراحة مع اللعيبة، خلينا نبقى صراحة ونعرف قيمة اللعيبة نفسها. لعيب بيطلب 100 مليون جنيه، مش عارف عايز 100 مليون جنيه دي بتاعت ايه اصلا؟ ده انت لعيب كويس وكل حاجة، بس مش لدرجة ان انت عايز 100 مليون جنيه. ده انت لو كل ماتش بتجيب 3 4 اهداف مش هتطلب الرقم ده. خليك بس كده مركز معانا شوية. لعيبة نادي الزمالك والله العظيم الواحد امبارح انا ما عرفتش اصور الفيديو من كتر حزني على الماتش، ما عرفتش اصور الفيديو. مباراة صعبة بين فيوتشر ونادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك اللي تحسهم كانوا مكسلين في المباراة دي بطء رهيب. والله انا ما شفت لعيبة الزمالك بتلعب ببطء وبطريقة وحشة زي الماتش ده. لعيبة نادي الزمالك بتاخد الكورة بترجعها من أحمد فتوح يلعبها في نص الملعب. إذا كانت مع دونجا او حتى شحاتة في كورة ما بيعملوش غيرها اللي هي الطولية، بيلعب الطولية في خط ظهر الدفاع، والدفاع في يوتشر كان بالمرصاد بالهد بيطلع. ادي الكورة اللي كانت بتتلعب. وطبعا في الشوط الاول كام كورة عند شلبي وشلبي طبعا ممسوك مسكة ما بعدها مسكة ضغط عليه، عارفين المميزات بتاعته. الجنب التاني زيزو طبعا اللي قاعد يتحرك ويروح شمال ويروح يمين وينزل في القلب ويخلي مكانه اللعيب اللي يعتبر هو سبب خسارة نادي الزمالك في الماتش ده. ولد صغير والله ما كانش عارف يلعب، حطيته كطرف ومفيش. لعيب صغير زي احمد عاطف ده لازم ما ياخدش في مباريات زي دي. والله اللعيب ما كانش عارف، بيستلم الكورة وبيرجع بظهره ويرجع يلعبها تاني لورا. طب انت بتبوظ الهجمة على الفريق اللي اصلا مش عارف يخترق دفاع فيوتشر، الدفاع اللي كان عامل كأنه بيلعب في كأس العالم وخلاص. تحس فيه غل كده من لعيبة نادي الزمالك. ده المباراة دي احنا ما طلعناش بيها غير بحاجة واحدة، رباط صليبي لحمزة المسلوسي. والله ده حاجة تحزن بجد. كشف مصدر بنادي الزمالك لتليجرام مصر عن إصابة اللاعب حمزة المسلوسي بقطع في الرباط الصليبي، والتي خرج على إصرار من مباريات أمس ضد مودين فيوتشر. وأكد المصدر أن اللاعب التونسي سيجرى إشاعة ثانية من أجل التحقق من إصابة وتحديد العملية.
يعني المباراة دي احنا خسرنا فيها لعيب زي حمزة المسوسي، حمزة المسوسي اللي من ساعة ما طلع حسينا الدفاع بتاع نادي الزمالك ما عرفش. اللعيب على فكرة اخترق دفاع نادي الزمالك مرة واتنين، لعيبة فيوتشر كانت بتعدي سهل جدا بعد خروج حمزة المسوسي ونزول الاباتشي شيكابالا، الله اكبر عليه. طبعا اللعيب اللي نزل ما عملش اي حاجة، وده ليه؟ عشان خاطر بيلعب في جنب مش بتاعه. 100 مرة قلنا شيكابالا ما يلعبش في الجنب التاني ده، انزل مكانك يا شيكابالا. بس ما فيش فهم من مدير فني، ما تعرفش مين اللي بيعين شيكابالا في الحتة دي. والله الواحد ما كانش عايز يطلع يعمل فيديو زي ده، بس خلاص بقى عملناه. متنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. لحد هنا يكون وصلت لنهاية الفيديو، الفيديو اللي ما كنتش عايز اعمله ولا حابب اعمله. والله الواحد مش عارف نادي الزمالك عايز مننا ايه. السلام عليكم.